نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية لهذه الفترة، أصحابكم خلالها محجوب حامد، والبداية بالعناوين. فخامة الرئيس السياسي يعود إلى البلاد مختتما زيارته للإمارات العربية المتحدة. تقييم امتحانات الشهادة المتوسطة في إقليم عنسبة. اجتماعات تفاكرية حول تطوير أنشطة المرافق في مدينة مصوع. فشل روسيا وإيران وتركيا في الاتفاق على تشكيل لجنة دستورية. السعودية تعتمد أكبر ميزانية في تاريخها. وواشنطن تقر صفقة بيع نظام باتريوت إلى تركيا. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل، حيث عاد فخامة الرئيس إسياس أفورقي أمس 19 من ديسمبر إلى البلاد مختتما زيارته الرسمية إلى الإمارات العربية المتحدة والتي استغرقت يومين. يذكر بأن فخامة الرئيس إسياس أفورقي التقى في أبو ظبي في 17 من ديسمبر ولي عهد أبو ظبي نائب القائد العام لقوات الدفاع الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأبحثا بإسهاب الدفع بتطور علاقات التعاون الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. دعا الاجتماع التقييمي لامتحانات الشهادة المتوسطة في إقليم عنسبة للاهتمام بالمدارس التي حققت نتائج ضعيفة في نتائج الامتحانات. وذكر الاجتماع الذي عقد في مدينة حقات عن أهمية تقوية العملية التعليمية لهذه المدارس الموجودة في مديريات أصماط وقلب وحقات، والتركيز على تقديم دروس إضافية. وأوضح ممثل مكتب التعليم في إقليم عنسبة الأستاذ محمد عمر عبد الله أن نتائج الامتحانات الوطنية تعود للمعلمين، ودعا للقيام بالمتابعة والمراقبة لرفع نتائج الطلاب. وأشار المشرف التربوي للمرحلة المتوسطة الأستاذ حامد عثمان عن نجاح 45% من الجالسين لامتحانات الشهادة المتوسطة للمرحلة المتوسطة البالغ عددهم 7079 طالبا. وأوضح التقييم المصاعب الأساسية التي تمثلت في الكفاءة المتدنية للمعلمين وعدم متابعة أولياء الأمور وتدني اهتمام الطلاب وانتقال الطلاب إلى المرحلة المتوسطة دون اكتساب الأساس التعليمي. وذكر مسؤول وحدة الامتحانات المتوسطة في وزارة التعليم الأستاذ هبت أسفها عن تقييم إقليم عنسبة بالمقارنة مع الأقاليم الأخرى، داعيا لتعزيز دور جميع الشركاء لنتائج أفضل. وناشد المدير العام لقسم التعليم العام في وزارة التعليم السيد موسى حسين نايب التعرف على أسباب تدني النتائج والوقوف على الحلول الناجعة. أقام الإريتريون المقيمون في الدول الإسكندنافية والنمسا عددا من البرامج والنشاطات التي تدفع بالبرامج الوطنية. وأفادت الأنباء الواردة إلينا من هناك بأن السفارة الإريترية في الدول الإسكندنافية نظمت برنامجا تنويريا في مدينة اسكتهولم حول تطورات عملية السلام الإريترية الأثيوبية، ورفع الحظر الجائر عن إريتريا بحضور ممثلي الجاليات ومسؤول وزارة الخارجية السويدية وسفراء الدول الأفريقية في السويد وأصدقاء إريتريا الأجانب والصحفيين. وأوضح القائم بأعمال السفارة الإريترية في السويد السيد يوناس مانا أن المرحلة الجديدة جاءت بتضحيات وصمود الشعب والحكومة الإريترية، مشيرا إلى أن السلام بين إريتريا وإثيوبيا وعلاقات التعاون التي بدأت في القرن الأفريقي توجه المنطقة التي كانت تشهد النزاعات وعدم الاستقرار إلى طريق التنمية والازدهار. أوضح المشاركون للبرنامج الذي أعطى صورة واضحة للأوضاع السابقة والراهنة ومؤشرات المستقبل للمنطقة. من جهة أخرى، قامت الجالية الإريترية في النمسا معرضا يشمل الإرث التاريخي والموارد السياحية والطهي والملبوسات الشعبية الإريترية في إطار معرض بازار فيينا الدولي المقام في 16 من ديسمبر. وزار المعرض الذي شاركت فيه هذا العام أكثر من 70 دولة، زاره حوالي 70,000 زائر. نظمت جلسة مداولات في 17 بمدينة مصوع حول الدفع بالمساعي الجارية للارتقاء بأنشطة المرافق الخدمية والعمل الدؤوب التي تقوم به تلك المرافق. أوضح السيد ماغوساس قدوم المدير العام لقسم السياحة في إدارة إقليم شمال البحر الأحمر أن الإقليم ثري بالمناطق ذات الجذب السياحي، ومع نسائم السلام الجديدة تشير
توقعات زيادة الزوار من المواطنين والأجانب، لذلك ينبغي على المرافق الخدمية القيام بتحضيرات مسبقة تتماشى مع تلك الأجواء. وذكر بأن جمعية المرافق الخدمية في الإقليم ظلت تبذل جهودا حثيثة لاكتمال طلبات الزوار والزبائن، مشددا على أن تعزز المرافق الخدمية المنضوية تحت الجمعية. وقال السيد مغوس إن الإدارة الفعالة مهمة لحصول الزبائن على خدمات جيدة ونشطة ومعقولة، مناشدا للعمل المنسق من أجل ضمان حسن الاستقبال بالأخذ في الاعتبار التقييم المجتمعي القيم المجتمعية السمحة. وأفاد مراسل وكالة الأنباء الإريترية عن تقديم توضيح مفصل حول وعي أصحاب المرافق الخدمية السياحية في إدارة النظافة وضمان الأمن البيئي، إضافة إلى القانون والتشريعات والأنشطة التجارية. في الختام قدم المشاركون آراء وتوصيات هامة، من ضمنها تنظيم دورات تأهيلية لتهيئة أرضية صلبة من أجل تعزيز القدرات المهنية والإدارية، وإعادة النظر على تعرفة الخدمات الكهربائية، والمراقبة المشددة على بيع الكحول على القاصرين. حققت متابعة أولياء الأمور للطلاب في دامبايسيما بالإقليم الجنوبي نتائج مرضية لتقوية العملية التعليمية والنتائج. وقال مدير المدرسة الابتدائية في دامبايسيما الأستاذ عبد الله محمد إن حملات التوعية التعليمية ساعدت للتعرف بأهمية التعليم والمتابعة، وأشار إلى الجهود الجارية لرفع المشاركة في التعليم التي تزداد بنسبة 3% سنويا، مشيدا بتعاون أولياء الأمور في الأنشطة التعليمية اليومية وإنجاح العملية التعليمية. كان ذلك حصيلة أنباؤنا الداخلية. فاصل قصير ونوفيكم بالأنباء العالمية، كونوا معنا. أقر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الميزانية العامة لعام 2019 والتي تجاوزت تريليون و100 مليار ريال لتصبح أكبر ميزانية في تاريخ المملكة حسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية. وقال الملك سلمان في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت برئاسته أنها تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي في المملكة ورفع كفاءة الإنفاق وتحقيق الاستدامة والاستقرار المالي، وذلك ضمن أهداف رؤية المملكة 2030. وتأتي هذه الميزانية استمرارا لسياسة الحكومة بالتركيز على الخدمات الأساسية للمواطنين وتطوير الخدمات الحكومية بحسب بيان العاهل السعودي. اختارت وزارة الخارجية الأمريكية الكونغرس بشأن عرض لبيع أنظمة باتريوت للدفاع الجوي والصاروخي لتركيا. ونقلت وكالة ويلبرغ للأنباء عن مسؤولين على صلة بالمناقشات أن الصفقة المحتملة لأنظمة باتريوت التي تقدر ب 3.5 مليار دولار تمثل مناورة مفتوحة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجعل تركيا توقف شراء أنظمة صواريخ S-400 الروسية. وتجاهلت تركيا مرتين نظام باتريوت خلال عملية اختيار النظام الدفاعي، إذ اختارت في البداية نظاما صينيا ثم تحولت بعد ذلك إلى النظام الروسي في 2017. وتعرضت تركيا لانتقادات من شركائها في حلف شمال الأطلسي بسبب اعتزامها شراء أنظمة للدفاع الصاروخي من طراز S-400 من روسيا، وهو ما قد يعرض مشتريات أنقرة من طائرات F-35 جوينت سترايك المقاتلة التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن للخطر. كشفت شركة جروف إكس التي أسسها متخرج من وحدة الروبوتات التابعة لمجموعة سوفت بنك اليابانية عن أول ابتكار لها، وهو إنسان آلي مرافق مصمم لبث السعادة في مستخدمه. ويستخدم الإنسان الآلي الذكاء الصناعي للتواصل مع ما حوله، ويتحرك على عجلات ويتواصل عن طريق إصدار صرير. والريبوت مصمم لإبداء عاصفة للمستخدمين الذين يتعاملون معه بود، إذ يصبح دافئا عند لمسه أو ينام عند احتضانه أو يتبع مستخدمه عندما يناديه.
ولهذا الإنسان الآلي استخدامات عملية محدودة تقتصر على أداء مهام بسيطة مثل مراقبة الرضع أو مراقبة المنزل عبر كاميرا يمكن للمستخدمين الولوج لها عبر تطبيق على الهاتف المحمول أثناء وجودهم خارج المنزل. نهاية النشرة، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.